بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تبع إلى يوم الدين. أعلنت وزارة التربية عن مسابقة توظيف في كل الولايات والإدارة المركزية لحامل شهادة تكوين مهني وشهادة تكنيسية وشهادة دراسة تطبيقية ومهندس دولة ولا ليسانس وماستر ودكتوراه. قبل ذلك لا بد الولوج إلى بوابة أو منصة التوظيف في القطاع الفلاحي من خلال الضغط على الموقع kras@madr.gov.tz، ثم ملء المعلومات التالية: اسم واللقب وتاريخ ومكان الاستعداد، الجنس ذكر أو أنثى، الولاية، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم علم مؤهل، شهادة تكوين مهني أو شهادة تكنيسية، شهادة دراسة تطبيقية ليسانس أو ماستر أو دكتوراه، ثم اختيار التخصص سواء زراعة وعلم الزراعة وعلوم حيوان أو طب بيطري أو غابات أو صيد بحري وتربية مائية، علوم البيئة، علوم وتكنولوجيا الغذاء، الهندسة الفلاحية، التكنولوجيا الحديثة، علوم التربية، علوم التربة، تسيير الموارد المائية، حماية النباتات، علم أمراض النبات، البستنة، التنمية الريفية، الطب، الاقتصاد، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومة، هندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية والكيمياء والأحياء والفيزياء والرياضيات، ثم اختيار اللغة المتحدث بها: عربية، أمازيغية، إنجليزية، فرنسية، لغات أخرى، الخبرة المهنية يعني المهنة الحالية، عدد سنوات الخبرة في الفلاحة، سنوات الخبرة في مجالات أخرى، التوظيف، اختيار منصب مرغوب فيهم سواء على مستوى الإدارة المركزية أو مستوى الإدارة المحلية أو كلاهما، ثم رفع السيرة الذاتية، ثم النقر على إرسال، ومن ثم يصلك إشعار بالتسجيل في هذه المنصة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نشر العلم والمعرفة.